السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهاردة طلبت معانا نعمل فطير كده، فطير مشلتت او الفطير البلدي بتاعنا يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بنبتدي نفرد العجينة. قبل اي حاجة بالله عليكم ما تنسانوش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. تمام. بحبكم في الله ولا اله الا الله. اهو. اللي تجرب الوصفة بتاعتي وتعجبها يا ريت دعوة حلوة كده من قلبكم يعني. معايا كيلو دقيق. تمام. اهو. طبعا كل دقيق متعدد الاستخدامات يعني اي دقيق عندك، هو مش شرط دقيق متخصص يعني. اي دقيق. معنا كيلو دقيق ب15 جنيه. هيعمل لك احلى 3 فطاير احسن ما ان احنا بنشتريهم من بره وكده. بتبقى اوفر بقى وانضف. وبتكفيك، انما انت مثلا لما بتيجي بتشتري فطيرة من بره بتشتريها ب20 جنيه. اقل فطيرة دلوقتي، وطبعا مش زي الفطير البيتي بتاعنا. يعني الفطير البيتي بيبقى مخدوم، وفي نفس الوقت بيبقى يعني ايه، مش رقيق زي الفطير اللي احنا بنشتريه. بنبتدي نعجن العجينة، بنحط بقى بنحط في الكيلو دقيق كوبايتين مية، او حسب ما ياخد معاك الدقيق. كوبايتين مية ومعلقة ملح صغيرة عشان السنة. تمام. ومعلقتين سكر. بس حاول ان انت تدوب السكر في المية علشان ما يعني ايه العجينة ما تخرصش منك. ماشي. تفضلي تعجني فيها تعجني فيها، بس برضو بتحط المية تدريجية، ما بتحطهاش كلها مرة واحدة. زي ما شفتوا كده، هي طبعا ما جاتش في العجن قوي. عجنتها، وبعد ما عجنتها في الطبق رجعت كنت طبعا مسحه الرخامه وكده و... وقعدت ادلك فيها على الرخام. بتبقى عامله معاكي زي اللبانه كده. ببتدي بقى اجيب الطبليه بتاعتي اللي متوفره عندي دلوقتي، الطبليه الصغيره يعني مش طبليه كبيره. فانا بقطع بقى الكيلو دقيق 3 فطاير زي ما انتوا شايفين كده. وما بفردش عفوا. ما بفردش العجينه بتاعتي، ما بفردهاش بزبده او زيت او كده. برش شويه دقيق. وابتدي بقى هي عند النشابه دي كنت جايباها تقريبا، مش عارفه، كانت ب2.5 من زمان قوي ده. ليها حوالي اكتر من 15 سنه عندي يعني. ببتدي بقى افردها واحده واحده كده. وبعد كده بفردها بايدي، بخلي ولادي ولاد الصغيرين يعني بيمسكوا قصد كده اهو زي ما انتوا شايفين وانزلها. على فكرة لو اتقطعت منك عادي ما فيش اي مشاكل، بس المهم ان هي ما تتقطعش من فوق. يعني لو اتقطعت من الجوانب كده عادي، ولو اتقطعت برضو من فوق مش هتقول لا يا ستي. بس المهم ان انت ايه تبقى مرققاها شوية. وتحاولي وانت بتحطي الزبدة. انا الزبده دي اللي انا عاملاها دي هي زبده مزارع. الزبده المزارع دي بتبقى فيها شويه نسبه ميه، فانا ما كنتش مصفيه الميه منها يعني، كنت مسيحاها وما لحقتش ان انا اصفي الميه منها. فهي ما كانتش دسمه قوي لان انا اول مره استعملها. تمام. وكان معايا ازاز الزيت بيضه. فحاولت ان انا ايه اخففها بيها كده، مع ان هي كده كده الزبده دي ملهاش لازمة برضو زي البلدي بتاعتنا. البلدي دلوقتي وصلت تقريبا 220 جنيه عندنا. وابتدي بقى بفردها زي ما انتوا شايفين كده، وحد يمسك قصادك. وانتي بقى بتطبقيها، حاولي ما تجيبيش جنب على جنب ما يكونش فيه زبدة. لان الجنب اللي هو ما بيبقاش هو ما فيهوش زبده زي ما انتوا شايفين كده بيكلكع يعني، او بيعضم كده العجينه بتبقاش كويسه. فحاولي ان انت تخدميها كويس. كل العجين. تمام. تشربيه الزبده منك اهو.
بعجنهم وبرصهم وبكورهم كور زي ما انتوا شايفين كده، وبرصهم في صينية جنبي، ما بفردهمش. تمام. كانت دي بقى اخر واحدة تقريبا معايا. آه، كانت القطعة بتاعتها كانت صغيرة شوية اهو. دي اهي مش مسرع الفيديو ولا حاجة. قبل اي حاجة بالله عليكم ما تنسونيش باللايك يا جماعة، باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اهي شايفين ما شاء الله. وبعدين انتي اصلا لما بتعجني العجينة، انا عجنت العجينة وكان عندي برضو طبقين في الحوض، فغسلت الطبقين. تمام. وبعد كده جبت وفردت فردت الفطير بتاعي علشان بس يبقى مستريح. حتى برضو بعد ما بتفرديه يعني تعجنيه وتسيبيه نص ساعة علشان تعرفي تفرديه، يبقى العجينة بتاعتك مرتاحة، ما بنحطش خميرة ولا اي حاجة. واحنا بنحط شوية الملح وشوية السكر، لو حابة تحطي سكر حطي، لو مش حابة براحتك يعني. بس انا بحب اي عجين احط له نسبة سكر كده، حتى لو الخبز بتاعي اهي. لا دي كانت اول واحدة، كانت اول قطعة اهي في الصينية اهي. شايفين اهو ما شاء الله اهو. واحلى فطير تاكلوه واحلى نظافة.